تعادل عادل للنادي الأهلي في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية مع نادي إنتر ميامي الأمريكي. طبعًا النادي الأهلي كان ممكن يطلع بنتيجة كويسة جدًا، وكانت المباراة يقدر يسيّرها بمزاجه، خصوصًا لإن الشوط الأول للنادي الأهلي أهدر أكتر من 4 أو 5 أهداف محققة طبعًا برعونة كبيرة من لعيبة النادي الأهلي. يعني عايزين برضه نقول إن اللعيبة كان عندها شيء من الرعونة في إنها تخلّص الهجمة في الشوط الأول. وبس صراحةً النادي الأهلي شوط أول عالمي بقى تكتيكيًا كان كويس جدًا. كان حتى تحس إن اللعيبة مركّزة كويس جدًا. لأ كان فارق جدًا طبعًا النادي إنتر ميامي. ومروان عطية كان حتى الشوط الأول والشوط التاني اللي فرق إن مروان عطية كان قاطع تقريبًا مَيّة ونور الشوط الأول عن ميسي. لكن الشوط التاني شوية مع الأداء البدني اللي نزل من اللعيبة كلّها أدّى طبعًا للفوارق اللي حصلت دي. ودي فوارق بدنية مع فلسفة ما فهمتهاش من ريفيرو طبعًا المدير الفني للنادي الأهلي، وأخطاء وغلطات. يعني مش عارف بصراحة، يعني أنت لو بتوقّع فريقك مش هتعمل التغييرات دي، إن أنت تخرّج زيزو وأنت أصلًا منزّل زيزو والراجل مأدّي وشايل بطريقة كويسة من ساعة ما نزل، فده برضه تغيير خطأ. إن أنت تطلّع تريزيجيه تغيير خطأ. أنت ممكن تدعم معاهم في نُص الملعب، لإن نُص الملعب هو اللي كان واقع مش الأطراف، غير إن أنت كنت مثبّت الباكات. وعلامة استفهام برضه على وجود كوكا. الصراحة كوكا بالنسبة لي علامة استفهام. وحسين الشحات يعني وجوده يعني كان مفيد. هل وجوده كان مفيد للدرجة دي؟ أنا شايف إن هو ما كانش ينزل وزيزو كان كمّل أحسن مليون مرّة، أحسن مليون مرّة. ولكن يعني أنا في النهاية التعادل هو كان سيد المباراة. وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي. إحنا مش بننتقد، إحنا نِفْسنا إن النادي الأهلي دايمًا يبقى في مكانة أحسن، خصوصًا لإن هو ممثل مصر في البطولة دي وفي المحفل الدولي ده. فيا رب التوفيق للنادي الأهلي.